السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ صحه لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم صايبت معكم هاد لاطاغ ديال الفخيز، هذا وقته حقا ما بقى لي شيء، قرب يسالي وقلت نشارك معكم الفكره. نتوما كتشوفوا زينتها مع الكيوي، وانتم راه كيبقى لكم الاختيار في التزيين. ايوا نتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوش اختكم من لايك من ما ديروش ابوني فضلا وليس امرا. بطبيعه الحال الا عجبكم الحال وعجبكم الفيديو غنقطع معكم شي طريف باش تشوفوا كي كتجي. هانتوما شتي كتجي بحقيقه روعه روعه روعه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وكما قلت لكم ما تنساوش اختكم ما ديروا ابوني فضلا وليس امرا. يلا خوتي خليت لكم الراحه. بسم الله. عندي هنايا ربعه ديال الطحين، وعندي هنايا نص رابعه ديال الطحين. دائما هاد لاباط بغيزيل كتجي دائما رابعه في نص ديال الزبده. وعندي خنيشه د الفاني، وعندي هنايا 2 معالق ديال سنيده، وعندي بيضه، وغادي نزيد شويه ديال الماء ورشيشه د الملح. بسم الله. نخوي هاد الخنيشه ونزيد هاد السكر بنفس الطريقه. الا بغيتو ديروها مالحه كتحيدوا غير السكر سنيده وكديروا نفس وفاني كتزيدوا الملح والبزار. الا بغيتو ديروا بها شي حاجه مالحه. دابا هادي غنديرها حلوه، راه درنا فيها السكر، ضروري السكر. صافي دابا غنزيد شويه د الملحه. صافي غنبدا نخلط هاد الشيء غير هكا بيديا حتى تجمع الزبده كلها مع الطحين. صافي من بعد ما جمعت مزيان هاد الزبده مع الطحين غنزيد عليهم واحد البيضه، ونعاود نخلط مزيان. بالنسبه للماء راه الا تجمع ليا غير بالبيض راه ما غاديش ندير كاع الماء. ما تجمع شيء غادي ندير غير واحد 3 النقيطات ولا 4 النقيطات ديال الماء باش ما تجيناش قاصحه لاباط، حيت الا كثرنا لها الماء غادي تجينا قاصحه. والا تجمعات ما غاديش نزيد ليها كاع الماء كاع نهائيا، غنخليها غير هكا. انا راه بان لي يمكن ما غنزيد لهاش كاع الماء، صافي بلاش عليها، حيت صافي هي تجمعات غير بعض البيضات تجمعات. وعاود كيبقى لكم نتوما على حسب الطحين، حيت راه كاين الطحين اللي كيشرب يمكن لكم، واني ما تكثروش الماء غير هكا نقيطه ديال الماء. هذه دابا تجمعات ليا بلا ماء بلا والو. هاد الماء صافي غادي نحيدو. صافي غنجمعها وغنلويها وغنديرها في الثلاجه. صافي دابا راه جمعتها غنديرها في السلوفان ونحطها شويه في الثلاجه تشد راسها باش حتى في الخدمه كتجينا سهله، ما كتعذبناش ملي نكونوا غنطلقوها، ما كتعذبناش. صافي دابا غادي نبدا نصايبوا الكريمه. لاباط راني حطيتها في الثلاجه. وهنايا الكريمه راه عندكم الاختيار، انا بغيت نديرها بالحامض، يمكنكم نتوما ديروا بغيتو ديروا كريم باتيسري يمكن لكم ديروها. بالنسبه للكريم باتيسري عندنا فيها نص لتر ديال الحليب، 2 صفار ديال البيض، 3 د المعالق ديال السنيده، حيت ما غاديش نديرو كاس لان الحامض راه كيكون حامض بزاف ماشي بحال الحليب، و3 د المعالق ديال النشا، و2 خنيشات ديال الفاني. كلشي كيدار بارد وكتخلط بحال البيشاميل. هنايا الحامض راه غادي ندير طريقه اخرى. بسم الله. هنايا عندي كاس مع مرش ديال الحامض، غادي نكملو بالماء باش ما يجيناش حامض بزاف، وكاس ديال السنيده عامر غنزيد عليه الحامض والنشا، كنطيو باش ما يتكللوش. غنزيد الفاني، ضروري ديروا هكا 2 خنيشات باش كتحيد لكم الزفوريه ديال البيض. غير الصفار اللي كنديروا، ما كنديروش البيض كامل. نزيد هنايا واحد شويه د القشره ديال الحامض. صافي دابا غنشعل البوطه، وانا كنبقى بحال هكا بتحرك، ما غنحيدش يديا من التحراك. صافي دابا غنزيد لها معلقه كبيره ديال الزبده. صافي هنايا غتكونوا صافي بركه البوطه غنطفيها، وغنخلط غير هاد الزبده هادي باش تذوب ليا وصافي.
صافي غادي نخويها في هذا الطبسيل باش تبرد. هي من الاحسن الا تصايبات ليله قبل عاد تخدموا بها مزيان، ما كاينش غير هي خصها تبرد مزيان، ما تخدموش بها وهي سخونه. صافي دابا غادي نغطيها بالسلوفان ونهبط عليها باش ما دير لياش القشره. الا قصحت لكم ولا شي حاجه تزيدوا فيها شي كاس د الحليب عندهم غيدير لها باش تخفف لكم، غير الا قصحت ولا شي حاجه باش. دابا صافي نحطها في الثلاجه ونخليها تبرد. صافي دابا من بعد ما خليتها بردات انا قطعت واحد البابي حطيته لتحت وغندير الميكا باش تطلق ليا مزيان، ما تعذبنيش في التلاف. صافي كتمشيو معاها غير بشويه بشويه حتى كتطلق لكم. صافي دابا من بعد ما تختار بالسهوله هكا الميركه ما كتجيكمش صعيبه تطلقوا لاباط ديالكم. بسم الله. انا غنديرها في هذا المول. نتوما راه كيبقى لكم اختيار اي مول يمكن لكم ديروا، راه ما دهنتهاش بالزبده على ولا شي حاجه، هي فيها الزبده ديالها ما غاديش مكاينلاش بلا ما دهنوا المول. صافي هي من بعد ما ساليتها دابا غنحط الطيب. راني شاعله الفران الفوق والتحت وانتم كيبقى كل واحد والفران القياس ديال الفران اللي. بسم الله. عندي هنايا الفريز راه مغسول، صافي كنحيد ليه غير هادي وكنقطعو غير هكا طويل هكا. صافي غنبقى هكا حتى نسالي هاد القضيه، هاد التقطيعه بحال هكا. غندير هنايا واحد 2 معالق ديال سنيده باش يطلق، باش ما يبقاش الفريز قاصح. هاد السنيده كتخليه كيرطب. صافي دابا نخليه هكا كيطلق في هاد السكر على ما يطيب ليا لاباط ونعاود نرجع معكم. صافي هي دابا راه من بعد ما طابت خليتها حتى بردات، والكريمه حتى هي بردات. هانتوما شفتوا كتجي ضروري تضربوها هكا بالفرشيطه باش تخفف ما تبقاش قاصحه. وكما قلت لكم الا شفتوها قصح تزيدوا لها كاس د الحليب ما عنده ما يضرها. صافي راه تبارك الله كتجي زوينه. بسم الله. دابا غنبدا نعمر. صافي دابا من بعد ما عمرتها بالكريمه عندي هنايا الكيوي قطعته بهادي باش كيجيني هكا. وانتم راه كيبقى لكم اختيار اي ديسير يمكن لكم ديروه مع الفخيز. شوفوا نتوما يمكن لكم ديروا البنان، يمكن لكم ديروا التفاح، يمكن ديروا زعما ديروا غير الفريز، ماشي ضروري ديروهم بجوج. صافي وكتبقاو هكا. غندير على الطريقه ديال نست في الفريز ديالي حتى نسالي.